يا هلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات عيون خليجية. اليوم حيكون موضوعنا مختلف تماما عن باقي الحلقات. موضوعنا اليوم عن الزي الخليجي. رح نتعرف على طرق تصاميمها، لكن في النهاية نبقى خليج واحد. مشاهدينا، زي ما انتم عارفين تشتهر المملكة العربية السعودية من الجانب اللباس عند الرجال بالثوب. طبعا راح نتعرف عن الثوب السعودي التقليدي مع الأستاذ حافظ الحكمي المشرف على شركة الثوب الأبيض للخياطة الرجالية. مرحبا فيك معنا أستاذ حاكم. نبغاك تعرفنا عن الثوب السعودي. أهلا وسهلا بكم. الثوب السعودي هو ثوب من القماش الأبيض، والثوب السعودي معروف بزيه، يلبس عليه العقال والخطرة والطاقية، وفي له ملابس داخلية في قصيرة وفي طويلة مكملة للباس السعودي. طبعا اللباس السعودي زي ما انت عارف أستاذ حاكم هو لباس تقريبا شبه يومي، يعني الرجل السعودي بيلبسه بطريقة يومية سواء صباح أو مساء، فما له وقت معين، صح؟ لا ما له وقت معين، يلبسه دائما وفي المناسبات وفي الاشياء، وهو اللبس التقليدي. طيب نبغاك تعرفنا على التصاميم او الياقات. هنا عندك الياقات في موجوده عندي. تعرفنا على الانواع اللي موجوده عندك في الياقات. هذه بالنسبه للياقات واغلب ما يستخدموها الشباب، وهي تتكون من الفئة العمرية من الشباب من سن لكم يعني يحب يفضل الطريقة الدائرية هذه؟ يعني من السن ال 18 إلى ال 28. وفي هناك كبار السن يستخدموا اللي هي اللي تكون خفيفة شوية عليهم، جدا، تكون بطريقة الطقطق احنا نسميها. الطقطق، نعم نسميها الطقطق. طيب هنا عندك الياقة المقلوبة اللي على شكل مثلث، تعرفنا عليها؟ هذه هي. مين هم الفئة العمرية اللي يفضلوها؟ يفضلوها الشباب. الشباب يفضلوها كثير. بس ايش العملي اكثر، المقلوبة ولا الدائرية؟ والله هي كلها عملية. كلها عملية، بس ممكن بعض الشباب يفضلوا هذه عشان شكلها منظر افضل. زي ما انت عارف يعني استاذ يعني الحكمي، احنا داخلين دحين فترة شتاء، تختلف طبعا ملابس الصيف الرجالية الثياب يعني عن الشتاء. ايش هي الملابس الشتوية؟ الشتوية فعلا بتكون مختلفة لأنها تكون ثقيلة. هذه أقمشة طبعا شتوية. نعم هذه شتوية موجودة عندي. في منها المقلم، في منها السادة. فيها السادة وفيها هذا يعتبر سادة ولا مقلم خفيف؟ هذا مقلم خفيف. أنت أستاذ يعني بتحس إنه متى أكثر وقت بتحس إنه في إقبال على الثياب؟ أي فترة صيف ولا فترة شتاء ولا فترة الأعراس أو المناسبات بصفة عامة؟ مناسبات بصفة عامة. وكذلك أيام الصيف. طيب حقيقة أنا أتشكرك أستاذ حافظ الحكمي، يعني أعطتنا صورة شاملة عن اللبس والزي التقليدي السعودي. شكرا لك مرة ثانية. وشكرا لكم جميعا على زيارتنا الطيبة هذه. طبعا مشاهدينا زي ما انتم شايفين تعرفنا على الزي التقليدي السعودي في المملكة العربية السعودية ككل، وننتقل وياكم إلى دولة خليجية أخرى وراح نتعرف على زي تقليدي ثاني.
الأزياء الشعبية عادة هي اللي تمثل كل بلد وتمثل ثقافة وحضارة كل بلد مثل ما ذكرنا. احنا اليوم موجودين في خياطة أبناء الوطن، راح نتكلم أكثر عن هذا المجال وراح نتعرف أكثر على الثياب الرجالية. ثياب يعني جمع كلمة ثوب. أكثر راح نتعرف على هذا الموضوع، راح نتكلم عن الأقمشة، الأشياء اللي أيضا خلينا نقول تضاف على الثوب الرجالي مع السيد عبد الرحمن صديقي. اللي يميز طال عمرك الثوب البحريني ان احنا في البحرين بما ان احنا عايشين في جزيره، فمن طبع اهل البحرين انهم منفتحين على الحضارات الثانيه، وطبيعي انه راح يتاثرون بالمحيط اللي اقرب لهم اللي هو المحيط الخليجي. فاحنا الثوب البحريني هو عباره عن تشكيله من ثياب اهلنا واخواننا في الخليج كلهم، فاحنا ناخذ من كل بستان زهره. طبعا وايد طلعت اضافات يعني حديثه على الثوب البحريني، منها قبل كنا نسوي كسرتين ورا في الظهر وهالشغله خلاص تكنسلت يعني. كانت الأب عندنا الكلر ضعيف زر واحد، الحين صار زرين وعريض، وصرنا نستخدم حشوات اكثر في الثوب. الثوب صار فيه بعد خطين بدل ما يكون فيه خط اكثر شيء. بعض الاشياء الحديثه اللي صارت منها احنا نسميها التشاينيز نيك، فيه فاصل ما بينهم يعني نوع من الراحه تعطي يعني حق لابس الثوب. والكاتنج مال الثوب قبل كان الثوب شوي وسيع، خصوصا فتره الثمانينات، السبعينات كان الثوب بعد ضيق سليم فت، الحين صار بعد ستريت كات. الشباب يتقبلون التغيير اكثر من الرجال الكبار في السن، يكونون شوي رسميين اكثر. احنا الطرازات الجديده اللي احنا نطرحها يعني تكون كاجوال، يعني مو شرط الواحد يلبس الثوب، لان الثوب مرتبط اكثر شيء في اماكن العمل. فاحنا بنسوي ثوب خفيف في الليل الواحد الشاب يلبسه مع كاب او حتى بدون، يروح فيه الكوفي شوب، يروح فيه القهوه، بطريقه انه بعد ما يطلع انه شكله شاذ يعني عن البقيه. وان شاء الله يقدرنا ان شاء الله. تكلمنا عن الثوب البحريني من قلب العاصمة المنامة، وتحديدا من خياطة أبناء الوطن. تكلمنا عن هذا الثوب البحريني وعرفنا أن الثوب البحريني أحيانا لما ينشاف من أول مرة يمكن ما يتقبله الشخص من البداية، ولكن لما يلبسه ويتعرف عليه أكثر فعلا مثل ما ذكر الأخ أو السيد عبد الرحمن الصديقي لما قال هذه الثوب من كل بستان زهرة، متنوع في الأقمشة، يتنوع في الديزاينات، ما يمثل هوية واحدة، ولكن الثوب البحريني لم جميع الهويات في إطار جميل جدا، واللي هو ثوبنا الخليجي اللي دائما وأبدا نتمنى أن الشباب يتمسكون فيه. طبعا في دولة خليجية أخرى راح ننتقل لها ونتكلم أيضا عن هذه الموروث الشعبي عندهم. الثوب الكويتي أو كما يسمى الدشداشة عندنا هني بالكويت يلبسه الرجل الكويتي، وهو عبارة عن ثوب وسيع طويل، أكمامه طويلة بس من غير زراير، وهذا اللي يميز الثوب الكويتي عن غيره.
الثوب الكويتي والله تفصاله هو غير مميز عن بقية الأصناف اللي في الخليج. الخليجيين كل واحد شايف الثوب ممكن يكون بدون غولة، الإمارات يلبسونها، السعوديين في عندهم طريقة في التفصال حجازي يفرق عن الكويتي، القطري يحب الغولة. هني الثوب الكويتي صراحة يتميز مميز، والكل اللي يلبس اللي لابسين أنواع الدشاديش صدق بيردون مرة ثانية على نفس الثوب الكويتي، يقولون أنه هو أحلى شيء 100% جرانتي هذا. التطريز هو المطرز يطرز، تدري في بعضهم يحب المخفي، بعضهم يحب الازرار اللي برا. يعني الغولة هي ازرار واحد او ازرارين، حتى هي ما تتعلق ما شايفها يعني تكون بهالمستوى هذا. فالثوب الكويتي معروفة بهالتفصيل هذا. من بعد ما تعرفنا على الدشداشة الكويتية، خلونا ننتقل حق دولة خليجية ثانية علشان نتعرف على زيهم الشعبي. جانب مهم سلط عليه الضوء في هذه الحلقة وفي هذه الجولة، بما نحن موجودين في سوق واقف، مدى اعتزاز الشاب القطري بالهوية القطرية الخليجية. واليوم نشوف أغلب الشباب ملتزمين بهذا الملبوس الشعبي. حتى نتحدث أكثر عن تفاصيل وتقاسيم الثوب القطري وإيش أهم مميزاته وشنو هي مظاهر الزينة عند الشباب القطري هذه الفترة، راح يكون معنا الزميل الإعلامي العزيز خليفة الرميحي اللي حتى يحدثنا عن هذا الموضوع وأهم أجزاء الثوب القطري وشنو مميزاته اليوم في هذه الفترة. مساء الخير. حياك الله زميلة نورة. أهلا وسهلا فيك خليفة. يعني يمكن الأثياب الخليجية تتشابه عموما، نفس نوعية الأقمشة أحيانا، نفس التفصيل، لكن في مميزات خاصة في كل ثوب في كل دولة خليجية. برأيك الثوب القطري إيش اللي يختلف فيه عن باقي الأثياب؟ نعم نورة، أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء. بالنسبة لثيابنا القطرية نقول احنا الثوب القطري له خصوصية في التفصيل. يعني على سبيل المثال أنا يمكن اليوم شوي لابس ثوب يعني في الثمانينات وقبل الثمانينات تقليدي شوي. تقليدي شوية. يعني في الفترة الأخيرة لاحظنا أن الثوب أصبح كل شيء فيه يابس. صح. يعني مثلا اليد تكون هني يابسة، فصار يضايق حتى اللي يلبسه من كثر الضغط عليه. فأصبح الموديل القديم اللي هي القماش العادية مطوية دبل وصار سهل. مثلا عندنا وانت تفضل هالنوعيه هذه يعني خليفه، هو الافضل اريح شوي، بالاضافه الى اللي هو المفتوح، وهذا في دول مجلس التعاون اظن كامله المفتوح الساده اللي نسميه ساده، وبالاضافه الى الكبك المضغوط او اليابس نقول ما زال موجود. الكلر عندنا يمكن يختلف ايضا. الكلر عندنا متغارب من بعضه ويابس بعد هالفتره شويه على حسب طلبك. في السابق كان يمكن لين وايد، لكن اليوم اصبح
على اساس يكون الثوب جميل ومرتب، صحيح. اصبح يحطون فيه الكرتونه هذه، إيه. قطعه القماش اليابسه. بالنسبه طبعا عندنا الكسره الاماميه اللي هي مع الازره، إيه. الكسره الاماميه بالاضافه الى كسرتين في الخلف حتى يكون الثوب مريح شوي واسع. عندك المخابي ايضا عندنا مثل ما نقول هدد داخل، يعني حتى خياطته مش باينه على وسيعه يعني وسيعه. وايضا تيجي على شكل نص قوس دائري في خياطته. الجزء العلوي، الجزء السفلي ما يبين عندنا لانه يكون داخلي. هذا بالنسبه لبرا. طبعا مثل ما تشوفين ومثل ما قلت لك اكثر من نوع بالنسبه للثوب. هذا بالنسبه للصيفي. الشتوي نلبس اي لون. يعني تختلف الالوان عموما في الفصول المختلفه، يعني في الصيف نشوف اكثرهم يلبسون الابيض والاصفر. الاصفر الفاتح جدا، فاتح جدا. نعم. مواكبه للفصل نفسه. نعم. فصل الشتاء ايش الالوان اللي تتعدد فيها الثياب؟ يعني في الشتاء انت مش مقيد. يعني الالوان الداكنه اللي هي جاذبه للحراره او اللي تمتص الحراره، الاسود، الكحلي، الرمادي، الغامجه، الالوان الغامجه تلبس في والزيتي حتى نعم في فتره الشتاء نقول. بالنسبه نجي للجزء الاخر من الملبوس اللي هو مثلا القطره والعقال. في اختلاف طبعا. هاي سؤالي خليفة، يعني الغترة اليوم بالتحديد يعني ما عادت هي نفسها بالطريقة الكلاسيكية اللي شيابنا وكبار السن أكثر كانوا يلبسونها. اليوم الشباب صاروا يتفننون بطريقة وضع الغترة، يعني عندنا كذا طريقة، يعني في التريمبا، في الكوبرا، صاروا يهتمون أكثر بطريقة الزينة. نعم. أنت ذكرتي في من خلال حديثك أختي نورة سابقا إذا لو تكلمنا حتى عن الملابس سابقا تقريبا في خليجنا موحد كلنا كانوا يلبسون الشلحات، الاشياء الخفيفه بتفصيل وسيع بدون كلر بدون. لكن طبعا تطورت الحياه واصبح لكل دوله خليجيه لها ملبوسها الخاص، ومثل ما شرحنا عن الثوب القطري. وتقدر تتعرف يعني على الشاب او الرجل الخليجي من خلال ثوبه. نعم. تعرف هو ينتمي الى اي دوله وعلى خليجيه. فكره يمكن اضافه، احنا حتى المخبه عندنا قصته سيده واصبح يحط في كرتون حتى يثبت يعني. ننتقل الان الى القطره. القطره هي في الصيف او في الشتاء طبعا مش مقيد انك تلبس الابيض، لكن يعني مواكبه للثوب الابيض قطرتنا القالبيه في اغلب الاحيان تكون بيضاء. في فترة الشتاء ممكن نلبس مع الثوب الأبيض أيضا الشماغ أو القطرة الحمراء أو الشماغ حتى الأبيض يعني ممكن نلبسه. هذا بالنسبة للقطرة. وبالنسبة للشماغ الأحمر يفضل أيضا في فصل الصيف ولا أكثر شيء الاعتماد على البيض؟ القطرة لا البيضاء هي في الصيف على أساس أن القطرة الحمراء ثقيلة ومش موسمها وأصبح حتى يعني مش مستحب لبسها في الصيف. لكن في الشتاء بحكم انها ثقيله شوي تحمي من البرد. صحيح. وغالبا يعني نقول 90% من الوقت عندنا القطره البيضاء اللي متعارف عليها في اللباس التقليدي عندنا. نجي للعقال اختي نوره. شوف في اشكال معينه للعقال. نعم. في مع الكركوش العقال يعني في اكثر من نوعيه. يعني نقول ابهاتنا الكبار ما يستحبون الكراكيش. الشباب لا، الشباب نعم. الشباب في نوعين ايضا من العقل. في من يلبس العقال المعقود نقول كراكيشه معقوده، وفي من الشباب اللي يلبس نقول كل سنتين بروحهم. اليوم العقال اللي انت لابسه من اي نوع؟ انا هذا معقود. معقود يسمونه. نعم. احيانا الشباب يقولون فضل معقود حتى لو مثلا دنع وكذا يصير مثل ثابت في الراس. احيانا يكون ابو خيطين شوي يكون مش ثابت. وبالاضافه الى اللي بدون اي نقول كراكيش هذا التقليدي. التقليدي جدا. هذا يعني في اي لفه او لفته احيانا يسقط من فوق راسك. ففي واصبح اليوم وفي احجام عديده اليوم يعني في أحجام حتى بالنسبه للتفصيل. نعم في المرعز وفي الحرير وفي الصوف وفي انواع كثيره هي وكل واحد على ذوقه. واليوم يمكن بعد الاشياء الجديده اللي دخلت صار اصبح تفصيل العقال موجود في قطر. صحيح. يعني بدل ما انت تاخذ عقال يمكن يكون مش مقاسك اصبح اليوم تقدر تقايس وفي خلال ساعه او ساعتين من زمن تستلم عقالك. واصبح اليوم الخيوط جديده. خيوط لامعه، حتى الكراكيش احيانا خيوطها تكون يعني صار في تفنن، صار في تطور بطريقه التطريز. لكن نرجع يعني لصلب الموضوع ان العقال هو العقال القديم بطريقته، اللون الاسود باحجام المعروفه، لكن
قلنا الشباب اليوم اصبح لازم يطرى التطور على نعم. هالموضوع. يعني بما تكلمنا عن جزئيه الجانب التطور، اليوم شوف اغلب الماركات العالميه صار يستحوذها هذا الثوب واناقه الثوب الخليجي، حتى صارت في ماركات عالميه تطلق انواع اشمغه صارت مشهوره في دول الخليج. يعني احنا احيانا حتى على مستوى الشارع البسيط يسالنا يعني زوارنا مثلا في قطر يقولون دائما نشوف القطريين لابسين الثوب الابيض. اذا انا اوجه له السؤال هنا، ماذا يعني اللون الابيض؟ يعني الصفاء، السلام، النقاء. نعم. يعني احنا نفتخر بهذا الملبس اللي اليوم يمثل كل هالاشياء دي. بالتأكيد خليفة، يعني صرنا نشوف المواطن الخليجي ونعرفه بالضبط إلى أي دولة ينتمي من خلال ثوبه، من خلال ملابسه. يعني احنا في الدول الخليجية لما نروح يقولون والله هذا قطري من شفسة الثوب اللي تحت تكون عريضة. نعم. يعني صرنا مميزين من خلال ملابسنا الخليجية. وأنت مميز دائما خليفة. شكرا لوجودك معنا، استمتعنا بهذا الحديث الشيق اللي دائما ما يرجع فينا إلى أجواء الماضي. يعني احنا دائما نقول الأصالة والعراقة لكن مع مواكبة الحداثة في هذا العصر. شكرا لك، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، تعرفنا على تفاصيل الثوب التقليدي في قطر. خلينا ننتقل معاكم ونشوف صورة ثوب خليجي آخر وفي دولة خليجية أخرى. العماني من أكثر الرجال اهتماماً بأناقته من حيث الألوان والتطاريز المختلفة، وأيضاً الإكسسوارات اللي لابد أنها تكون موجودة عشان تكمل الطلة النهائية. المصر، الشال، الخنجر، الدشداشة، الكمة، حتى الخاتم. كل هذه التفاصيل راح نتكلم عنها وراح نتقرب أكثر من زي الرجل العماني من خلال جولتنا اليوم في هذا المحل المتخصص بالأزياء الرجالية العمانية، فخليكم معنا. ما يميز زي الرجل العماني هو المصر العماني. مثل ما تعرفون ان الرجل العماني بشكل عام يهتم بأناقته ويهتم بالألوان اللي يلبسها. المصر يشكل جزء أساسي جدا من كشخة الرجل العماني بألوانه المختلفة وتطاريزه المتنوعة اللي تتناسب مع مختلف المناسبات سواء الخاصة أو اليومية. عندنا الألوان والخامات والتطاريز. بنتعرف على هالتفاصيل أكثر مع الأخ أسعد الموسى. يتميز الرجل العماني بلبسه التقليدي الدشداشة العمانية والمصر والخنجر العماني والعصا. المصر يلتف حول الرأس بالتفافات خاصة وبتقاسيم خاصة وبمقاسات خاصة. الخنجر طبعا أمور معروفة، له خصوصية ثانية يشمل القرن. القرن نوعين، قرن الفيل اللي هو عاجل الفيل إذا كان متوفر للشخص، أو يكون الزراف. العصا طبعا من البيئة العمانية، هي عصا يتميز بها العماني. الرجل العماني في الروتين اليومي طبعا يلبس الدشداشة ويلبس الكمة. هذه في الأشياء اليومية في العامية في السوق، منه يقضي مشوار يروح ويجي.
إذا صار عنده فرح أو صار عنده مناسبة ثانية ممكن يلبس المصر يلبس عليها الثوب. إذا صار مناسبة أكثر رسمية يوصل عند الناس، يروح عقد القران يوصل عند الناس كذا، ممكن يلبس المصر وعليه الخنجر العماني ويشيل معاه العصا. في العرس طبعا يختلف اللبس كامل. المصر المعرس اللي هو يعني الشاب المواطن العماني يتميز بلبس المصر والشال. طبعا المصر والشال في حاله خصوصيات ثانيه، في حاله امور ثانيه، في حاله تنسيق ثاني، شغلات ثانيه جدا جدا. وفي الشيء يجي اكثر رسمي اللي هو يعني البشت والمصر والخنجر. من أهم مكونات زي الرجل العماني هو الخنجر. طبعا الخنجر يلبس في المناسبات الرسمية والمناسبات الخاصة مثل الأعراس وغيرها، عندما يعني يحس الرجل أنه لابد أنه يظهر في أحلى وأبهى صورة له. طبعا الخنجر يختلف بأنواعه المختلفة وأيضا بالنقوش الموجودة عليه. في عندنا خناجر منقوشة بالفضة وعندنا منها عليها الزري، ومثل ما تلاحظون أيضا عندنا النصلة يختلف شكلها من نوع إلى آخر. بكذا مشاهدينا نحن نكون أعطيناكم فكرة عامة وصورة عامة عن زي الرجل في سلطنة عمان. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بمتابعة هذه التفاصيل الخاصة بالرجل العماني. ننتقل وياكم الآن إلى دولة خليجية أخرى. حياكم الله ويانا مشاهدينا الاعزاء في برنامج عيون خليجيه، مستمرين معاكم في تفاصيل الاثواب الخليجيه. اليوم انتم في دوله الامارات العربيه المتحده راح تتعرفون على الكندوره الاماراتيه. هذه الكندوره لها ميزه خاصه تميزها عن باقي الاثواب وهي الفروخه او الطربوشه، بالاضافه الى تفاصيل اخرى راح نتعرف عليها اكثر من خلال الاستاذ حمد الحسني. الكندورة الإماراتية معروفة عند أهل الإمارات ومعروفة عند أغلب الخياط اللي موجودين في الإمارات، إنها تكون كندورة عادية بسيطة، إنما ميزتها إنها تكون بالطربوش. الطربوش ما يكون لا إنه طويل ولا إنه قصير، يكون طربوش عادي حجمه، وإنها تكون قصتها تكون بهالشكل مثلثة، وأكثريتها يعني تكون بسيطة بخطوط عادية. في بعض الأحيان تكون فيها نكشات بسيطة، تكون على الصدر، تكون جاية بهالشكل، شكل مثلث على الصدر نكشات، وتكون هنا على الإيد في نكشات بعد ساعات تكون أو خطوط عادية. إنها هي وتكون على حسب. في ناس يكون لك إذا يعني من لحجامهم كبيرة الأوزان وهذا النمتان يسوونها 3 خطوط تكون على اليم، تكون يعني اسمها باط يسمونها 3 خطوط. اما اللي يكونون عاديين يعني ضعاف وهذا فخط واحد تكون عادي، والمخبى يكون مخفاي داخل يكون ما يبين يعني تكون عاديه. عندنا نحن هنا في الإمارات الزي الرسمي لازم تكون كندورة وغترة وعقال. الغترة وعقال تكون على حسب، تكون فيها يا تكون نسفة عادية كذي نفس هذه، أو تكون فيها الكسرة تكون. أما في يعني إذا أنت شيء سريع تبي تطلع تروح تقعد عند شباب يعني طالعة شيء سريع، فنلبس غترة
عصامة أو في بعض المناطق يسمونها حمدانية، إنه شيء سريع تلف راسك كذي فيه وتطلع. إنه بس أكثريتنا عندنا نحن هنا لازم شيء تغطي فيه الراس. عندنا في المدارس الإماراتية من توصل مرحلة الإعدادية يعلمونهم من مرحلة الإعدادي إنه لازم يلبسون غترة، يا غترة وعقال يا يتعصمون. إن هذا شيء يعني خلاص يعني من وهم صغار إنه يتعلمون على هالشيء. في حلقة اليوم من عيون خليجية تعرفتوا على معظم تفاصيل الأثواب الخليجية، وطبعا كان ختامها مسك في دولة الإمارات وبالتحديد في الكندورة الإماراتية. نلقاكم إن شاء الله على خير في حلقات مقبلة، في أمان الله.